الاتحاد الدولي جاني فاتيني وايضا رئيس الاتحاد الافريقي نعم محمود صبري بالاضافه الى ذلك المساعده كامل كلا بالاضافه ايضا الى المساعده الثاني مانيا جابرييل في هذه اللحظات اجواء ومشاعر شديده نتابعها واياكم مشاهدينا الكرام على ارضيه المباراه الكبير ولكن بمدينه الرباط حيث يتقدم عدد المنتخب الوطني المغربي رومان سيس بالاضافه الى ياسين بونو وباقي لاعبي المنتخب الوطني المغربي في مسابقه سموه قبل الاعلان الرسمي على بطاقه كاس الامم الافريقيه. نتابع واياكم هذه التغطيه وهذه المتابعه مباشره. نايل العنوي ثم ايضا صلاح الدين انس ثم ابراهيم دياز صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الشريف مولاي الحسن اذا على ارضيه الملعب لمصافحه لاعبي المنتخب الوطني المغربي رغم الاجواء المطيره التي تهم بلادنا وهنا في الرباط، حيث سيكون الانطلاق للمقابله الرسميه الاولى الافتتاحيه لكاس الامم الافريقيه في نسختها 35. معنويات مرتفعه للاعبي المنتخب الوطني المغربي قبل خوض هذه المباراه ومصافحه سموه وايضا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الاتحاد الافريقي وايضا رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. تواجد رئيس الجامعة الملكية المغربية السيد فوزي دبشع سموه يصافح لاعبي منتخب جزر القمر. وفي حديث قبل الاعلان الرسمي على انطلاقة احداث هذه المقابلة الشيقة ونتابع هذه الصور الجميلة الرائعة لهذه المعلومات الرياضية. جزر القمر هذا المنتخب الذي يسعد بمصافحة سموه وايضا ان يلعب هذه المباراة الافتتاحية هنا في الرباط. شعور اكيد انه شعور رائع للاعبين يبحثون من اجل المضي قدما في هذه التجربة الثانية بالنسبة لهم على مستوى كأس الامم الافريقية، وايضا حضورهم الى المغرب بحثا من اجل تشريف هذا البلد الذي يعشق بالمناسبة المغرب وايضا ابناؤه، وعلى لسان صحفيه نعم يرتدون قميص المنتخب الوطني المغربي. في هذه اللحظات صاحب السمو الملكي الامير الجليل مولاي الحسن الذي يصافح ايضا الطاقم التحكيمي لهذه المباراه بقياده جون جاك نكامبوندالا وايضا قرابه 70,000 متفرج. اكيد في دقائق المقابله سنعيش سيناريوهات مجنونه من اللاعبين المغاربه اسود اطلس فيما تلتقط صوره للتاريخ لمنتخب جزر القمر مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن، وكذلك صورة أخرى للتاريخ وللذكرى مع حكام المقابلة ثلاثي لقاء من الكونغو الديمقراطية، حكام الفار من موريتانيا بيضاء داخل وبوبكار عصار من السنغال، والكراكي وباقي الطاقم التقني. فيما صورة أخرى للتاريخ لأسود أطلس الذين التقطوا في أثناء صورة تاريخية مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن وسط عاصفة بالصفات الهتافات والصيحات من كل حد وصوب لرفع همم اللاعبين ليكونوا ان شاء الله في الموعد. تساقطات مطريه مهمه هذا اثناء تصل صيحات سير لازمه الكره المغربيه منذ 2022 سير نحو لقب. هذا هو رساله البورو للاعبين هذا نفس الكره تحيه كبيره من كل اعضاء الملعب لصاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الحسن الذي يبادل التحيه للجماهير الرياضيه والطاقم الاحتياطيين. هذا المشهد رائع جدا. بسم الله ما شاء الله ومساء بسم الله مساء ومساء يعطي صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير مولاي الحسن انطلاقا فعليه لحدث رياضي بارز ابته المملكه المغربيه الكثير من الامكانات لتكون في الموعد بفضل الرؤيه الحكيمه للرياضي الاول جلاله الملك محمد السادس.